اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني كتير من القصة اللي فاتت. أنا جاية النهاردة وجايبة لكم قصة جديدة، بس تعالوا قبل ما نبدأ قصتنا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وبفكركم كمان لو القصة النهاردة عجبتكم فرحوني باللايك، وكمان لو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان أي قصة جديدة تنزل يوصلكوا الإشعار بيها. وتعالوا بينا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ حكايتنا. كانت عايزة تاخد ولادها وتروح تقعد شوية عند أختها صابرين، بس نجوى ونور مش بيحبوا يروحوا هناك لأن خالتها وبناتها بيمسكوهم انتقاد وكلام زي الزفت. صابرين عندها ماجد ورنا وأروى. أروى مسكت خالتها فريدة واتكلمت: بصراحة يا خالته انت غلطانة قوي، مدلعة ولادك بطريقة أوفر. أنا شفت نجوى امبارح وهي ماشية مع واحدة مستفزة قوي، أنا وهي أصلا علاقتنا وحشة ببعض، إزاي يا خالته يكون علاقتها حلوة بواحدة بنت خالتها مخصماها؟ حوا ده الصح يا خالته؟ انت بصراحة يا خالته غلطانة باللي انت بتعمليه. عيالك البنات هيفشلوا، محدش هيرضى يخطبهم أصلا. مين هيروح لبنات بتمشي مع بنات وحشة؟ وخلي بالك بقى، شوفي هما بيصاحبوا مين. وبعدين المثل بيقولك السيئة بتعم والحسنة بتخص. أنا بقولك اللي عندي يا خالته فريدة، علشان خاطر أنا بخاف على بناتك خالص، يعني مش ضامنة اللي ممكن يعملوه أصحاب السوق فيهم. أروى ادت الكلام دفعة واحدة لخالتها فريدة. أروى بتحب تعوز دور الكبيرة اللي بتعمل كل حاجة صح وبتقول كل حاجة صح. فريدة اتكلمت بتفكير: تصدقي يا بنتي معاكي حق، أنا لازم أخلي نجوى تاخد بالها من البنات دول، ما تكلمهمش تاني. أيوة هو ده الصح اللي هيحصل، لأن انت مش بتقولي أي حاجة غلط. صابرين ساعتها اتكلمت: ومش بس كده، بنتك نور كمان يا اختي مش عارفة حاجة في شغل البيت، لا طبيخ ولا غسيل ولا تنظيف. كم مرة اجي عندك الاقيها قاعدة وانت اللي بتشتغلي. شايفة بناتي ما شاء الله عليهم في شطارتهم وحلاوتهم، بس هي لسه صغيرة مش عايزة احملها المسؤولية من دلوقتي. صابرين ساعتها اتكلمت بزعيق: هو ايه اللي مش هتحمليها المسؤولية من دلوقتي؟ لا، دي لازم تتحمل المسؤولية وتاخد بالها من كل حاجة. انت ضامنة يا اختي بكرة لو جالها عريس ودخلت في بيت عرق اللي ممكن يحصل؟ بلاش تفسدي عيالك بدلعك عليهم، بلاش يا فريدة، انا أدرى منك وافهم عنك. انتوا معاكوا حق، انا لازم اربيهم من اول وجديد واخد بالي من اللي بيعملوه وراقبهم واشوفوا كمان بيصاحبوا مين وبيتكلموا مع مين. مش بس كده، لازم اخليهم يتشطروا في شغل البيت. بالظبط يا طنط، لازم تعملي كده. وارجع واقول لك انا وماما واروى نعرف عنك وعنهم، ولا انت بقى شايفه ايه؟ طبعا يا حبيبه خالتك، انا عارفه انكم عايزين مصلحتها ومصلحتنا كلنا، مش يهمكم غيرها. علشان كده انا بعون الله هعمل كل اللي انتوا قلتوا عليه. وبعد ما خلصوا كلام معاها وزن على ودانها وخلوها تكره ولادها وتصرفاتهم، روحت على البيت. وكانت رنا ونجوى قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون. ساعتها دخلت وزعقت فيهم: انا اروح اقعد مع خالتكم شويه، اجي الاقيكم قاعدين قدام التلفزيون بدل ما اجي والاقيكم كل واحده ماسكه شغلانه تعملها. اللي انتوا بتعملوا ده، انتوا بجد بنات قليله الادب زي ما رنا واروى قالوا. ما هو انا لو مربيه بنات شاطرين ما كانوش عملوا اللي عملتوه ده. هو في ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ وبعدين هو انت كل ما تروحي عند خالتي وتسمعي كلمتين من ولادها تيجي قلب علينا كده؟ بس يا قليلة الأدب، ما انت لو مؤدبة ما كنتش قلت الكلام اللي انت قلتيه دلوقتي. انا ما ربيتش، انا لو كنت ربيت كان بناتي احترموني، ما تكلموش الكلام ده على خالتهم وبناتها. اخصى عليكي يا نجوى، اخصى عليكي، لو انت مصاحبة بنات عدلة ما كنتش قلت الكلام ده دلوقتي. وبعدين بنات خالتك اللي انت حطاهم عقدة كده ما قالوش لي حاجة، ولا انا بسمع الكلام واجي اقلب عليكم. على الاقل بنات خالتكم قدوة، متعلمين ومحترمين وكويسين. مش بس كده، ده الواحدة فيهم ما بتغلطش
لكن انتم اخصى عليكم. بطلي كلامك ده يا ماما، انت بتتعبي في نفسيتنا. رد عليا يا بنت انت كمان، اخصى عليكم الف اخصى عليكم. دخلت ساعتها اوضتها ونور بصت نجوى واتكلمت. كان لازم تفتحيها، امك وعارفاها لما بتروح هناك مالوش داعي يعني الكلام، لا هيقدم ولا يأخر. بدم راحت يبقى هتيجي قلب علينا، خلينا بقى نقوم نذاكر ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. هي هيجيلها وقت وهتهدى ان شاء الله. بعد ما خلصوا مذاكرة راحوا علشان ينظفوا البيت. كانت امهم بصلهم بعصبية ومتضايقة وعمالة بتتكلم في نفسها. كان نفسي اشوفكم زي بنات خالتكم، بنات محترمة وشاطرة ونظيفة، ما بيقولوش لامهم غير كلمة حاضر ونعم. مش بس كده، ده كمان كل واحدة فيهم مخطوبة لعريس ايه، عريس قبها، ولا حد منهم هيبص علينا. انا عايزاكم تسمعوا الكلام وتكونوا زيهم، علشان خاطر كل واحدة تشوف لكم عريس، والعريس بقى تشوفوه من عيلة خطيبها. ماما انا مش مخطوبة بالطريقة دي، وبعدين انا طبعا مستحيل اكون سلفة الأروى او رنا. اذا كانوا هم بعيد عننا ومتحكمين في حياتنا، ما بالك بقى لو رحنا عشنا معاهم. لا يا ماما بلاش كلامك ده. ماشي يا نجوى، ما صحيح العين ما تكرهش الا اللي احلى منها، وانتوا علشان ان عارفين ان هم احلى منكم، بنات محترمة وبنات مؤدبة، بتفضلوا تطلعوا فيهم القطط الفطسة. غلبتوا معاكم كلام، بس اللي انا شايفاه برضه هو اللي هيتعمل، سامعين ولا لا؟ قامت وهي متضايقة جدا من بناتها. نجوى اتكلمت ساعتها مع نور. احنا احسن حاجة ندخل نتكلم مع اخوكي ماجد، هو اللي هيعرف يلاقي لنا حل. دخلوا اتكلموا مع ماجد وحكوا له على كل اللي حصل. وتاني يوم كانوا في السوق رايحين يشتروا لبس، ونجوى ونور قابلت أنوى في المحل. ايه ده، هو انتوا خارجين تجيبوا لبس؟ ايه ما نشبهش ولا ايه؟ لا تشبهوا، بس يعني خالته امبارح ما قالتش حاجة، كنت هقول لها اجي معاكم علشان خاطر انقلكم. وهو احنا بقى مش هنعرف ننقل نفسنا ولا ايه؟ انا بعرف اختار لبس كويس قوي من غير مساعدة حد، وكمان بحب ذوقي، ما بحبش ذوق اي حد تاني. اخصى عليك يا نجوى، ايه الكلام ده؟ وانا هختار لك حاجة وحشة؟ وبعدين يا حبيبتي ذوقي احلى من ذوقك مليون مرة. ايش جاب لي جاب؟ هو ايه اللي جاب لي جاب؟ هو انت عايزة تقولي ان انت ذوقك احلى مني؟ هو احنا ما نشبهش ولا ايه؟ انا ما اقصدش، بس يعني احنا ناس راقية كده وبنشتري من محلات راقية كتير، فعلشان كده انتوا لازم تسمعوا كلامي يا بنات خالتي. نور ساعتها اتكلمت بغيظ. نجوى يلا نمشي من هنا، علشان خاطر انا مش ضامنة ممكن اعمل ايه. طب بالراحة لا يطقلك عرق يا نور. مشوا وهم متغاظين جدا منها. وأروى ساعتها اتكلمت. وديني لا أكون معرفاكوا ازاي تتكلموا معايا كده. بعد شوية كانوا وصلوا على البيت، وكانت فريدة بتكلم صابرين في التليفون. أول ما دخلوا قفلت معاها السكة. ها عملتوا ايه؟ جبتوا لبس؟ نور كانت لسه جاية تتكلم، نجوى مسكتها واتكلمت. لا والله يا ماما لسه ما جبناش حاجة، هنخرج بالليل ان شاء الله نجيب، اصل الشمس دلوقتي صعبة قوي. لا ما تخرجوش علشان خاطر خالتكم جاية عندنا النهاردة. بص لبعض ساعتها وبلع عرقهم بتوتر. ربنا يستر. خد يا نجوى انا عايزاكي. خير يا ماما؟ في ايه؟ جايبالك عريس يا بت، وايه حاجة زي العسل. قبل تفاصيلك يا ماما، جاي عن طريق مين؟ وانت هيخصك في ايه يكون جاي عن طريق مين يا بت انتي؟ لا يا ماما يخصني، ويخصني قوي كمان، لانه لو عن طريق خالته صابرين فانا مش هوافق. ليه يا روح امك مش هتوافقي؟ ده صاحب خطيب أروى، وانا قلت لها تيجي بالليل علشان تورينا الصور وبقية التفاصيل، وقسما بالله لو ما تعدلتي ومشيتي كده زي ما انا عايزة يا نجوى، لا تكوني بنتي ولا اعرفك، وقلبي هيبقى غضبان عليكي، سامعة ولا لا؟ أخدت ساعتها نفس طويل واتكلمت. والله يا ماما انت هتوصلين المرحلة زي الزفت،
اللي انت شايفاه يا ماما اعمليه. دخلت وفريدة ساعتها اتكلمت. ايوه اللي انا شايفاه، انا واختي وبناتها هو اللي هيحصل. سامعين ولا لا يا بنت منك ليها؟ وعلى الجانب التاني رنا كانت بتتكلم لأروى. ممكن افهم بقى المسلسل اللي انت عملتيه ده فايدته ايه بقى ان شاء الله؟ أروى اتكلمت بابتسامة خبيثة. قصدك ايه يعني؟ علشان العريس اللي انا جبته لزفت نجوى؟ ايوه، وهو من امتى تكوني عايزة تقدمي ليهم حاجة؟ انا وانت عارفين البير وغطاه كويس قوي يا أروى. بصي بقى من غير لف ودوران، انا الخطة دي كلها عايزة اعملها علشان اطربقها فوق دماغي اللي ما تتسمى اللي اسمها نجوى. مش هنسلها اللي عملته معايا في المحل، ومش انا اللي اي حد يدوس على طرف واسكت له. ده انا اللي مش يجعلني كحلة في عينه ما جعلوش مركوب في رجلي. يا ساتر يا رب منك يا بنتي يا أروى، ده انت طلعتي حاجة صعبة. ضحكت ساعتها بشر واتكلمت. امال انت فاكرة ايه يا عينيا؟ ده انا مش هسكت ليها، بس ده انا همسح بكرامتها الارض. بعدها اتفرجي بقى وشوفي يا روح قلب اختك من جوه واتعلمي مني كويس. وفعلا راح عندهم واقنعوهم بالخطوبة، والعريس عصام كان محترم مع نجوى جدا وكويس معاها، وهي واحدة واحدة بدأت تتعلق بيه وبأسلوبه وبطريقته اللي جذبته ليها. كانت صابرين قاعدة معاهم واتكلمت. ها يا نجوى، ايه رأيك في العريس؟ شفت بقى بنت خالتك عايزة مصلحتك ازاي؟ فريدة ساعتها اتكلمت قبل ما نجوى تتكلم. طبعا عايزين مصلحتهم، هو احلى لنا غيركم؟ ده انت أصحاب الفضل علينا. نجوى ساعتها اتكلمت بكل غيظ. والله يا ماما أصحاب الفضل علينا هو ربنا سبحانه وتعالى، غير كده دول أسباب. وبعدين زي ما قلت لكم احنا ولاد خالة، يعني مصلحتنا واحدة. صابرين ما كانش عاجبها رد نجوى، فساعتها اتكلمت. هو انت يا بنت لسانك ده ايه؟ عايز يتقص كده؟ ايه يا اختي، ما تعرفيش تقولي كلمة حلوة في حق بنت خالتك الأستاذة أروى يا اختي؟ غيرك كان يبوسوا ايده ووشه وظهر كده على النعمة اللي هو فيها. ايه يا فريدة يا اختي، ما تشوفي بنتك وشوفي اللي هي بتعمله. هو ده بقى يرضى ربنا ولا ايه؟ فريدة ساعتها زغدت نجوى في وسطها واتكلمت. بنت قلت الرباية بصحيح بدل ما تشكريها. أشكرها على ايه يا ماما معلش؟ هي ايوه جابت العريس، بس مش هي اللي مخليه علاقتنا تكمل. اللي مخلي علاقتنا تكمل هو التفاهم اللي بينا والأسلوب الكويس اللي أنا بتعامل بيه معاه، لأنه أظن لو ما كنتش كده كان زمانه سابني. صابرين ساعتها اتكلمت بكل غيظ. ماشي خليك انت كده اتكلمي بالفلسفة دي. على العموم يا نجوى، أنا مش عايزة منك شكر، أنا عايزاكي بس تعرفي احنا فين وانتوا فين، وتعرفوا ان احنا وش الخير عليكم. وبناتي اللي يا رب ما تحرم منهم أبدا هيفضلوا ما أحسن منكم دايما، مش زيكم بوسكم وأسلوبكم اللي زي الزفت اللي بتتكلموا به معاهم. نور ساعتها كانت لسه هترد لكن أختها مسكتها. كملت ساعتها صابرين كلامها. أنا جايبة عروسة لابنك ماجد. نجوى ساعتها اللي ردت. إزاي يعني جايبة عروسة لماجد؟ ماجد لسه صغير، ماجد مش قادر إنه يشيل مسؤولية خطوبة دلوقتي، ده لسه عايز شغل. صابرين ساعتها سبقتها في الكلام. ممكن تسكتي دلوقتي ومالكيش دعوة؟ أنا اللي هقرر إذا كان ماجد صغير ولا كبير. قلت إيه يا فريدة يا أختي؟ اللي تشوفيها أنا وراكي في أي حاجة يا حبيبتي. عايزاه يخطب دلوقتي، عايزاه يخطب بعدين، اللي انت عايزاه. نجوى ساعتها قامت وهي متنرفزة جدا. لا بقى الوضع ده محدش يقدر يستحمله أبدا. قامت ساعتها دخلت أوضتها هي وأختها. شايفة يا نور اللي بيحصل؟ أنا مش متخيلة، أنا زهقت بجد والله من القرف ده. معلش هنعمل إيه يعني؟ الله وادي حكمته. وسيبك بقى، أنت بكرة تتجوزي وتفكك من الحوار ده كله. هيبقى دماغك انت وجوزك عصام فاضية منهم ومن زنهم. وفي يوم كانت نجوى قاعدة مع مامتها
اكتشفت إن العروسة اللي خالتهم مختارها لأخوهم بنت بياعة الخضار اللي على أول الشارع. الصدمة دي. انت بتهزري يا ماما؟ انت عايزة ماجد أخويا المتعلم اللي معاه بكالوريوس يتجوز بنت بياعة خضار؟ أنا ما أقصدش إن أقلل منهم، بس ماجد أخويا عايز واحدة مثقفة، واحدة متعلمة. انت يا ماما عايزة تعملي في أخويا كده ليه؟ انت ايه، معمية ولا ايه؟ هم عاملين لك عمل؟ رفعت ايديها ساعتها ونزلت بيها على وشها. انت تلمي نفسك وتحترمي اسلوبك معايا، واياك تاني مرة اسمعك بتكلميني بالاسلوب والطريقة دي. هعمل اللي انا عايزاه، اقصد اللي اختي عايزاه، مش عايزة اسمع منك كلمة تانية. نور ساعتها اتكلمت. لا يا ماما بقى، لازم تسمعي وتعرفي ان الاسلوب السلبي بتاعك ده مش نافع معانا. انت كده مش امنا، انت كده مجرد حاجة بس كده بتجيب الاخبار من عند خالتي وبناتها كمان وتيجي تقوليها لينا، واحنا بقى مطلوب مننا نعمل كل اللي انت بتقولي عليه ده. عيشة تزهق. قامت فريدة ساعتها واتكلمت بحدة. يلا خدوا بعضكم واطلعوا بره، يلا انتوا الاتنين. اتكلموا ساعتها هما الاتنين في نفس الوقت بكل صدمة. نعم، نطلع بره؟ انت ازاي يا ماما بتتكلمي معانا كده؟ هنروح فين يعني؟ انت بتطردينا؟ ايوه اطلعوا بره البيت. طول ما انتوا مش محترمين اختي وبناتها يبقى مالكوش قعد في البيت هنا. انا اختي دي فوق راسكم، سامعين ولا لا؟ اطلعوا بره. مش هما الاتنين وهم عمالين يعيطوا مطرودين من بيتهم علشان خاطر خالتهم اللي كل شويه تتصل هي وبناتها ويبوظوا دماغ امهم. راحوا قعدوا عند جارتهم ام محمود اللي اتكلمت معاهم وقالت: بصراحه يا بنات، انا مش عارفه اقول لكم ايه. لا انا عارفه اعصيكم على امكم، ولا عارفه اقول لكم ان هي صح. يعني الشهاده والحق لله، والحق يتقال. امكم غلطانه، وبنات خالتكم دول هما مش رؤساء عليكم ولا حاجه. بدل اللي احنا بنقوله يا طنط ام محمود، احنا ما قلناش غير كده. الكلام ما عجبهاش وطلعت فينا زي ما انت شايفه. انا بجد تعبت والله، ما بقتش استحمل ماما. انا عايزاها تفوق وتخلينا نعيش حياتنا مبسوطين. انا تعبت. تليفون نجوى ساعتها رن وكان خاطبها. راحت ردت عليه: نعم يا عصام، في ايه؟ انت فين؟ مالك يا عصام، في ايه؟ صوتك متغير. بصي يا بنت الحلال، انا عايزه اقابلك ضروري. طيب يا عصام، هنزل نتقابل في المكان اللي احنا بنتقابل فيه. راحت علشان تقابل عصام وهي حاسه من طريقته واسلوبه ان في حاجه غلط، بس ما رضيتش تتكلم ولا تقول اي حاجه لما تقابله. وبعد ما وصلت على هناك وقعدوا هما الاتنين: في ايه يا عصام؟ ممكن تفهمني انت جايبنا على ملاوش كده ليه؟ حقه في مشاكل؟ انا اسف في اللي هقوله، بس يا بنت الحلال انا ربنا يشهد اني ما شفتش منك اي حاجه وحشه، ولا شفت منك اي تصرف او اي كلمه وحشه في حق اي حد طول الفتره اللي انا كنت فيها معاكي. هو في ايه؟ انت وترتني وقلقتني. هو انت عايز تسيبني يا عصام؟ انا اللي عايزه اسيبك علشان خاطر انت كويسه. انت ما تنفعليش، او بمعنى اصح انا اللي مش هنفعك علشان خاطر انا بني ادم وحش مش كويس. اتكلمت ساعتها بكل صدمه: عصام انت بتقول ايه؟ فهمني ايه اللي انت بتقوله ده؟ ليه كل ده اصلا؟ صراحه كده انا لازم احكي لك. انا لو بنت خالتك اروى اتفقنا عليه. اروى واتفاق؟ ايوه، هي اتفقت ان علقك بيا علشان تحبيني، وبعديها هسيبك وامك تروح عندهم علشان تخلي اروى تتوسط وتصلح بينا. فاروى بقى تخليكي تتأسفي ليها وتبوسي ايديها، وهي عارفه ان ده كله هيحصل علشان خاطر امك هتجبرك. كانت عايزه تكسر عينيكي. عينيها كانت عماله تنزل دموع من الصدمه، مش مصدقه اللي بتسمعه. بعد ما سمعت اعتراف عصام كله اتكلمت ساعتها: بص، انا مش هقول لك حاجه ولا هعاتبك، لان اللي بعيشه واللي شفته صدمه اكبر من اللي سمعته. انا بس عايزاك تيجي معايا. فين؟ علشان خاطر ما اكرهكش كره العمى. اتصلت على اختها وقالت لها انها عايزه تروح بيت خالتها ولازم تاخد امها واخوها ماجد معاها باي طريقه.
أروى كانت قاعدة وعمالة بتضحك. بصراحة يا ماما انت طلعتي فظيعة. يعني أنا بدماغي ده كله والتفكير اللي زي السم ما جاتلكيش حتة إن أقول لخالته تطرد البنات. ضحكت صابرين ساعتها. يا بنت عيب عليكي، ده أنا الأستاذة الكبيرة وأنا اللي مشيكوا كلكم تحت دراعي. الباب ساعتها خبط. قامت فتحت رنا، لقيت خالتها ونور وماجد بره. كلمت أمهم أول ما شافتهم باستغراب. في يا فريدة جاية يعني من غير ما تقولي؟ معرفش يا أختي، أنا لقيت البت نور بتقول إنها جاية وعايزة تعتذر لك، وساعة ما قالت لي كده قلت خلاص أنا لازم أجي علشان خاطر تعتذر لك على القرف اللي هي عملته. يلا يا نور. أنا مش هتكلم أنا لما نجوى أختي تيجي. ضحكت ساعتها رنا بكل سخرية. إيه هي معاها مفتاح الكلام بتاعك ولا إيه؟ ما رضيش ترد عليها. بعد شوية جت نجوى ومعاها عصام. أروى أول ما شافته اتوترت، بس حاولت تثبت نفسها. خير يا جماعة في إيه؟ أنتوا كلكم جايين لنا هنا ليه؟ ونجوى كمان جاية بعريسها. سابقا عريسي سابقا. يلا يا عصام أقول لهم الكلام اللي انت قلته ليا. اعترف عصام بكل حاجة قدامهم. كداب وبيتبلى عليا. يمكن انت اللي موزياه علشان خاطر تخليه يقولي الكلام ده، علشان خاطر تطلعيني وحشة. ده بعينك لو وصلت لهدفك. انا قلت لكم يا جماعة اللي عندي، والله العظيم نجوى دي انا ما شفت منها غير كل خير، واللي خلاني اعترف بده دلوقتي هو اني مش عايزة اذيها. كلهم كانوا مصدومين من اللي سمعوه ومحدش قدر ينطق. بصت لأمها بحزن كبير. شايفة يا ماما؟ شايفة وصلت بيهم لفين؟ انت طلعتيهم على رؤوسنا بأسلوبك وبطريقتك السلبية. علشان خاطر ايه؟ ليه يا ماما؟ ليه عينك مكسورة قدامهم كده؟ انت مرتاحة وانت شايفانا كده؟ صابرين ساعتها اللي ردت عليها. ايه يا فريدة، انت مش هتوقفي بنتك القذرة دم ولسان طويل دي عند حدها؟ جاي تتبلى على بنتي ست البنات. أروى ساعتها اتكلمت. أيوة يا ماما، شايفة قلة الأدب وصلت بيهم لفين؟ عصام ساعتها اتكلم. أنا كنت عارف إنك هتعملي كده، علشان كده سجلتلك وسمعهم ساعتها التسجيل. أما نجوى ساعتها اتكلمت. انت لسه عايزة ايه دليل يا ماما؟ إن أختك وولادها مش بيحبونا. كانت عايزة تجوز ماجد بنت بياعة الخضار علشان خاطر تكسره، وإن بنتها كانت عاملة خطة عليا لو ربنا ستر وكشف لي الحقيقة علشان بيحبني. ليه يا ماما اديتي يوم المساحة دي كلها من حياتنا؟ ليه؟ ماجد ساعتها اتكلم. أنا كنت ممكن أتكلم، بس كنت حاسس إن هبقى غلطان، وعارف انت بتحبيها قد ايه، بس ما كنتش عارف إن حبك ليها ممكن يخليكي تعملي في ولادك كده يا أمي. تحب تسمعي مني أنا كمان يا خالته قد ايه بكره بناتك اللي محسستنا إن احنا ولاد الخدم وهم ولاد الأسياد، وده طبعا كله بسببك. ولا تحب أقولك يا ماما أنا قد ايه اتعقدت نفسيا منك ومن أسلوبك ومن طريقتك معانا. كفاية بقى، كفاية كلام، تعبتوني. أنا عملت ده كله وكنت بسايسها علشان كسر عيني. أيوة خالتكم كسر عيني على سلفة منها 50,000 جنيه، وهي من ساعتها كسر عيني بسايسها عشان ما تقوليش هاتيهم. قعدت تعيط بانهيار. أما صابرين وبناتها كانوا في اللحظة دي الشعور بالذنب بدأ يتسلل في قلوبهم، بس ما حدش اعترف بكده. فريدة أخدت ولادها ومشوا من عند أختها، وكانت دي آخر مرة تدخل عليهم البيت. وماجد عمل اللي في وسعه، هو وإخواته كانوا بيشتغلوا علشان يسددوا الفلوس دي، وسددوها فعلا. ومن ساعتها انقطعت العلاقة بين صابرين وأروى ورنا وفريدة ولادها كمان. بس على الرغم من محاولات أروى إنها تعتذر من بنت خالتها، بس نجوى كانت رافضة جدا. وفعلا انقطعت الصلة بين القرايب بسبب الشيطان اللي قدر يسيطر على عقل صابرين وولادها، وقدر إنهم يفرق بينهم. صابرين مرحمتش أختها ولا ولادها. انقلبت الآية
وربنا رضى فريدة وبناتها. ماجد اشتغل شغلانة حلوة جدا، أما نجوى ونور اتخطبوا وخطوبة جميلة جدا. الحال انقلب، صابرين دلوقتي هي اللي بتحاول تقرب من أختها، بس لا تبكي على اللبن المسكوب، وافتكر إن يوم ليك ويوم عليك، يعني ممكن الحال يتبدل. وده اللي حصل مع صابرين، بعد ما كانت فوق بقت تحت. فريدة كمان عملت بأصلها، وكانت بتبعت ليها مساعدات مدارية وتوتة توتة، وخلصت الحدوتة. واستنوني في حكاية جديدة، واشوفكم على خير ومع السلامة.